السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اهلا بيكم في فيديو اخبار جديد في قناه مشجع زملكاوي. هنتكلم على استعداد نادي الزمالك لمباراه بيراميدز ومفاجاه التشكيل واستبعاد عمرو السيسي وعمر جابر من التشكيل. اتمنى قبل ما نبدا اعمل لايك للفيديو ده، واهم حاجه دعمكم للقناه واشترك في القناه وفعل الجرس على الكل. ويلا بينا نخش على تفاصيل اخبار نادي الزمالك. وهنبدأ بأول خبر معانا واستعداد نادي الزمالك لمباراة بيراميدز اللي هتقام يوم الجمعة. وشفنا عودة للنجم فتوح وللونش مرة تانية للتدريبات الجماعية، وشفنا بعد كده شدد فيريرا على تحقيق الفوز على بيراميدز، واتكلم بعد كده وقال ان الفوز على بيراميدز هيكون زي ما تقولوا كده عودة للانتصارات مرة تانية وللمنافسة على بطولة الدوري. لسه في منافسه برضه على الدوري ولسه الامل موجود، ولكن اهم حاجه ان اللعيبه تلعب برجوله. شايف ان اللعيبه الفتره اللي فاتت مفيش اي روح عندهم ولا اي لعبه حتى كويس. اخر انتصار حققناه في الدوري كان قدام سموحه 3-1، ولكن اهم حاجه الاستمراريه الفتره الجايه في بطوله الدوري. افريقيا طبعا احنا فاضل ماتش واحد قدام الترجي، لو خسرنا لا قدر الله يبقى احنا كده بره البطوله الافريقيه وما قدامناش غير الدوري اللي احنا كل سنه بننافس عليه. ولكن اتمنى ان اللعيبه تاخد مباراه بيراميدز دي نقطه البدايه، علشان لو فزنا على مباراه بيراميدز دي هتفرق معانا كتير جدا في مباراه الترجي. ونتمنى كل الدعم للعيبه. خلاص يعني احنا كل فيديو وكل مره بنقول الدعم للعيبه، وللاسف اللعيبه بتخذلنا ومش بتعمل اي مجهود حتى لسعاد الجماهير حتى اللي بتتفرج عليها. واتمنى بصراحه ان اللعيبه تحس بشويه بالمسؤوليه وتحس بقيمه التيشيرت اللي هي يعني بتلعب باسمه وبتلعب باسم النادي، وتحس شويه بالجمهور يعرقوا شويه، ولكن مش كل شويه هزيمه كده. ودي هتكون ثالث سنه ان احنا نخرج منها من افريقيا لو خسرنا حتى قدام الترجي. فاتمنى حتى ان المشاكل والازمات اللي فيها نادي الزمالك دي ما تاثرش شويه على اللعيبه. احنا السنه اللي فاتت خدنا الدوري بشويه لعيبه وشويه ناشئين واحتفظنا بالدوري. اتمنى ان السنه دي يحققوها يكون الثالثه على التوالي، واتمنى ان اللعيبه شويه يكون عندها روح وتلعب بجد كده وعندها اصرار. واتمنى تكون نقطه البدايه من مباراه بيراميدز. وبسبب حتى ضغط الجمهور قرر فيريرا استبعاد عمرو السيسي وعمر جابر من التشكيل اصلا الفريق لمباراه بيراميدز، وده حاجه كويسه جدا. وهتشوف بقى محمد اشرف رؤى يرجع مره تانية، ممكن كمان فريد دي فرصه لسامسونج وابراهيم انداي اللي هم اصلا مش بيشاركوا مع الفريق. وهنشوف ممكن محمود شبانه واحمد بالحاج يشارك برضه هو كمان في التشكيل الاساسي. احمد بالحاج هيكون موجود في المباراه القادمه، فكلها تكون تغييرات كويسه جدا ولصالح نادي الزمالك. ونتمنى ان اللعيبه تسترجل وتحقق ال3 نقط عشان يفرقوا معانا جدا في مشوار الدوري، على حتى يعلوك تكون في المركز الرابع، ودي برضه هتفرق كتير جدا. شفنا الاهلي يتعادل مع الداخليه، ونتمنى احنا نستغل بقى الفرصه ونفوز على بيراميدز. كده انتهى الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش لايك اشترك معانا في القناه ودعمكم يا زملكاويه للقناه، واشوفكم على خير ان شاء الله بعد ماتش بيراميدز واحنا منتصرين. يلا سلام.